واش اخباركم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير. اليوم جبنا بقصة جديدة، اذا تابعوا معي. يقول صاحب القصة ويقسم بان هذه القصة هي قصة حقيقية، قصة زواجي بموظفة. يقول: انا موظف براتب 6000 درهم وعندي شقة ديالي، سبقت فيها النص كاش، يعني انه سبق فيها النص خلصوا، والنصف الاخر سلف من عند اخواتي، يعني انه تسلف النصف الاخر من عند الخوت ديالو، وفرشت الفراش كلشي جديد. يقول: تعرفت على أستاذة عن طريق الأخ ديالها، يعني تعرف لواحد الأستاذة عن طريق الأخ ديالها اللي كان صاحبي بحكم قرا معايا في الجامعة. إذا الأخ ديالها صديق ديالو قرا معاه في الجامعة، أخلاقه خلاتني نتقدم بنية الحلال نختو على أساس الزواج وتكوين أسرة من الاحترام والمودة والرحمة. إذا كيقول أنه تزوج بهاد السيدة، أو كان صديق الأخ ديالها، وبغى يدير واحد العلاقة مع الأخت ديال الصديق ديالو على سنة الله ورسوله أنه يتزوج بها. المهم جيت عندهم للدار وتعرفت عليها وعلى أسرة ديالها، عجباتني البنت شكلا، بقى خاصني نتعرف عليها مضمونا. المهم داز كلشي مزيان، رجعت بعد شهر، جبت والدية وخطبتها، وبقينا كنتواصلوا أنا وياها عبر الهاتف لمدة 4 أشهر، يعني أنه دار علاقة مع البنت وبقى كيتواصل معها 4 أشهر. جاب والدي إلى غير ذلك باش نتعرفوا على بعضياتنا مزيان. إذا حتى هنا الأمور كاملة غادا مزيان. طرحت عليها موضوع التعاون بين الزوجين، يعني انه هنايا قال لها انها تعاون معها بحكم هي موظفة، فقال لي اننا نتعاونوا بيني وبينك من اجل مواجهة صعوبة الحياة المادية، يعني باش يتعاونوا على الحياة المادية. يقول: السيدة رحبت بالمقترح ديالي وقالت لي باللي الا ما تعاونت مع راجلها على الزمان ما عندها ما دير بداك الفلوس. اذا هنا بينات لي بان حتى هي مستعدة انها تتعاون مع الزوج ديالها باش يعيشوا حياة زوينة. حتى انا ما حددتش طريقه التعاون، حيت نيتي ماشي طماع ولا طامع في فلوسها، فقط نيتي انني نرفع المستوى المعيشي ديال الاسره ديالي. يعني الاسره يتحدث عن اللي عليها وعليها، يعني الاسره الصغيره اللي باغي يكونها هو والزوجه. يعني كيقول ان الاسره ديالي اللي غيكون كلشي، يعني غيكون فيها مراتي وولادي، يعني الاسره الصغيره ديالو. المهم درنا العقد والعرس وجبتها عندي للدار. 3 شهور الاولى كتقول لي اي حاجه خاصها للدار كنجيبها، يعني انه 3 شهور الاولى اي حاجه كتحتاجها السيد هو اللي كيجيبها. كلشي اللي كيخص الدار من تقضيه ونظافه واي حاجه كتهم الحياه اليوميه في البيت، وهي والله ما صرفات درهم واحد، يعني انه كيقول ان هي ما خلصات مع حتى حاجه، دايره ما فراسها والو. انا بحكم مجموعه من الالتزامات اللي عليا بوحدي قلت ليها ماشي هكا، اتفقنا راه قلنا نتعاونوا على كلشي. اذا هنا بين لها بانه راه مبقاش راضي على ديك الوضعيه وخاصها تتعاون معاه. قالت لي هي: انا ما مرغماش باش نتعاون معاك، وهذيك مسؤوليتك انت بوحدك، انت هو الراجل، انت هو اللي انت اللي ما كتشري والو، وصحاباتي رجالهم كيشريو ليهم اللي بغاو واخا هما خدامين. وقالت لي: انا الا حيدت عليك غير راسي راني عاونتك. اذا هنا كيحكي للزوجه ديالو انها ما بقاتش كتعاون، انها ما عاوناتوش، وانه هو خاصو يصرف عليها، وإلا المهم ان هناتها او هناتو من باش ما يصرفش لها، المهم انها هز راسها بلا بيه ويهز غير دار. يقول: من بعد اكتشفت باللي هي دايره كريدي من البنك وشاريه دار ب40 مليون في سميه الوالده ديالها، والصالير ديالها كيبقى فيه 40,000 ريال، يعني 2000 درهم، وباغا توفر منه وتصرف على والديها. بغاتني انا نصرف ونتكلف بكل شيء وبها. جلست مع راسي لقيت انني غير ضحيه فكره التعاون بين الزوجين وما كنستافد والو من كلمه الزوج. اذا هنا كيقول لهم انه ما كيستافد والو من كلمه الزوج، لانه تزوج بها ومع ذلك ما كتعاون وما كتصير معاه ما كدير معاه حتى حاجه. ويقول: المشكل حتى في الفراش كنبغي حقي الشرعي. كتقول لي انا غدا خدامه خاصني نفيق بكري حتى الويكاند، يعني حتى السبت والحد. بالنسبه للماكله كلشي مجمد في الفريغو، انا شحال من مره كنجي من الخدمه كتكون هي في المدرسه خدامه كنطيب لراسي. اذا من خلال الهضره كنظن ان هذا السيد تزوج يعني باستاذه، وإلا دارت شي حاجه اكثر هي الماكله المقليه باش كتزرب دغيا، حيت كتجي عيانه من الخدمه وكتجيب معاها الامتحانات للدار ومستريسيه يعني متوتره. وملي كيصوني ليها المدير كنسمع غير الهضره بالصواب والاداب والاحترام. انا والله ما كتهضر معايا بديك الطريقه اللي كتهضر بها مع المدير. المهم توترات العلاقه بيناتنا، اقسم بالله ما كنت عارف هاد الشيء في الحياه. يعني يقول: اقسم بالله ما كنت عارف هاد الشيء في حياه الموظفات
حيت ما سولتش عليه قبل ما نتزوج بموظف. ملي قلبت لقيت نفس المشاكل كيعانيو منهم المزوجين بموظفات، وفقت الحمد لله ودرت الاحتياطات ديالي قبل ما نولد معاها. واخا ما هي كان الهدف ديالها تولد في الاشهر الاولى، وحنا كنا متفقين انا وياها ما نولدو على عامين. المهم شفت حتى عييت، قصدت المحكمة ودرت طلاق الشقاق بعد 6 اشهر ديال الزواج. ملي وصلت استدعاء طلاق الشقاق خلاتني مشيت للخدمة، وهزات الحوايج ديالي وفراشي اللي تعذبت فيهم باش شريتهم، واجهزة المطبخ من ثلاجة وغسالة الى غير ذلك واواني. المهم كل شيء هزاتو وخربت الدار وهرست الرخام ديال الكوزينة والزليج، ضرباتو بمطرقة وشرطات الحيوط. مشات رفعت شكاية لوكيل الملك بالعنف الزوجي، ولكن ما صورت والو حيت كذاب. انا ملي وصلت للدار وشفت داكشي زدت حمدت الله اللي تفكيت منه، حيت كلشي غيتعوض الا الصحة ما كتعوضش. الحمد لله صلح الدار بحال ما واقع والو. ودابا كنفرج شويه وشويه. راه اللي مزوج اغلبيه الموظفات والد معاهم الله يحسن ليهم العوان راه في السجن ولا ما قادرش يخرج منه. اذا هذه قصه شخص من الاشخاص كيتحدث على موظف. اذا فقط كفكره هو انه ما يمكنش علينا اننا نسقطوا جميع الاحداث يعني على ما نقدروش نعمو، لانه كاين بعض الموظفات كيكونوا الله يعمر دار، وكاين بعض ربات البيوت الله يعمر دار. ونفس الشيء كاين بعض الموظفات يعني كيكون من شر الخلق، وكاين بعض ربات البيوت من شر الخلق. لذلك اي شخص انه فقط يحسن الاختيار ديال هذه الزوجه، او الزوجه تحسن الاختيار ديال هذا الزوج، باش تكون العلاقه ديال الموده ورحمه بيناتهم، والله ييسر لكل واحد.